السلام عليكم. احلى بشر في الدنيا، عاملين ايه النهارده؟ منورين القناه ومشرفينها دايما. معاكم احمد رغاي. طبعا انا مش مصدق والله ان احنا فعلا دي تاني حلقه تقريبا بعد الرجوع، وفرحان جدا ومتحمس جدا ان انا اقدم لكم اكتر من حاجه. وركزت كده مؤخرا لقيت ان من اكتر الحاجات اللي ممكن تشد الناس الفتره دي وهو الديب ويب. خلينا كده تعالى نتكلم عن مواقع وويب سايتس موجوده ممكن تحس انها من الديب ويب جدا. وعايز اقول لكم ان المواقع دي من غرابتها انت هتبقى قاعد كده بتقول لنفسك هو اللي صمم الموقع ده يا اما مختل يا اما عبيط يا اما مريض نفسي. عايزك بس تصلي على النبي ومتنساش تعمل سبسكريبشن للقناه وتعمل لايك وكومنت وتعمل شير جميل كده تساعد بيه اخوك. نبدا الحلقه، يلا بينا. اول موقع معانا، خلينا نقول اسم الموقع في الاخر، كده كده اي موقع انا هقوله حاطط لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، بس خلينا دلوقتي نبدا نتكلم عن الموقع وفي الاخر نقول لك اسمه. الموقع ده كان غريب جدا، انا لما دخلت عليه كنت مرعوب، كنت مستغرب ازاي قدروا يعملوا حاجه زي كده. الموقع ده بيبيع شنط، بيبيع هدوم، بيبيع جزم، بيبيع حاجات كتير جدا، منتجات كتيره جدا للاستهلاك، بس المنتجات دي بالجلد، معموله من الجلد البشري. ايوه اللي سمعته ده بجد. المنتجات دي كلها معموله من جلد بشري تقدر تستخدمها في حياتك اليوميه. هتقول لي ازاي ممكن واحد يشتري محفظه جلد انسان؟ هقول لك ده يعني تخليد كده، او مش تخليد، يعني خلينا نقول تشابه لفكره تناسخ الارواح. انت تقدر قبل ما تموت تمضي مع الويب سايت ده وتقول له ان انا بعد ما اموت ممكن تستخدم الجلد بتاعي بحيث ان انت تعمل جاكيت جلد، جزمه، شنطه، حتى محفظه او حتى ساعه عشان اهلك يشتروها. فتخيل كده لو انت مثلا صاحبك متوفي وهو ماضي مع الموقع ده، هتروح تشتري محفظه بجلد صاحبك. والموقع ده اسمه هيومن ليذر. الموقع التاني اللي معانا هو موقع غريب جدا اسمه لاست ميل بروجكت. فعايز اقول لكم ان الويب سايت ده بيجيب لك اسماء لناس تم اعدامهم ايا كانت الطريقه، وبيجيب لك اخر وجبه هم كلوها. شوفوا كده الفيديو ده. الموقع اللي بعد كده هو موقع انا شايف ان فكرته غريبه. هو عامة اغلب المواقع اللي معانا فكرتها غريبة ما تعرفش وراها ايه، بس الفكرة ان الموقع ده في 2005 زاروا مليون شخص. الموقع ده انت بتخش عليه عشان تبدأ تشوف الاعشاب وهي بتنمو. مش بس كده، بيشغل لك موسيقى كده فانت تحس ان انت في الطبيعة بقى. الناس اللي بتحب الطبيعة هي اللي تحب الموقع ده، بس فكرته غريبة. واشمعنى دخلوا مليون شخص في 2005؟ مش عارف. الموقع ده اسمه Watching Grass Grow. الموقع اللي معانا بعد كده بوينتر بوينتي. الموقع ده برضه انا مش فاهم ايه فكرته او ازاي ممكن يكون شغال. هي الفكره كلها ان انت لما بتخش على الموقع ده بتبدا تحرك الماوس او الفاره معاك في اي اتجاه. فلو سبت مثلا الفاره وليكن دي الشاشه، فانا سبت الماوس هنا، بلاقي بعد كده الموقع تلقائي جاب لي صوره حد مشاور في نفس المكان اللي الفاره واقفه فيه. عندنا برضو موقع تاني هو غريب، هو يعني في الاخر كده هم اكتر من موقع ما لهمش دعوه ببعض. يعني مثلا عندنا موقع اسمه another day another world. الفكره كلها انت بتخش على الموقع ده مثلا يوميا، كل يوم بتخش عليه بتلاقي كلمه موجوده جوه الموقع ده، لو ضغطت عليها الموقع بينطقها، يعني بيقول الكلمه دي. سبحان الله، شيء غريب. بس الفكره مش هنا، الفكره انت كل يوم معاك كلمه مختلفه بس كده. هو ده اللي الموقع بيقدمه. انا مش فاهم ايه الفكره من موقع زي ده. في موقع تاني ما تعرفش بقى ده اتعمل ليه، تحس ان المبرمج بتاعه كان زعلان مع خطيبته وهي هاكر اصلا، او مزعل حبيبته بقى وهي هاكر، ما تعرفش. بس هو الموقع ده عباره عن انه اسمه I am very very sorry. بالظبط كده، هو ده اسم الموقع.
في دموع بقى بتنزل كده في الشاشه، كل ده في نفس الشاشه يعني. فانت لما بتخش على الموقع ده بيبدا يكتب معاك كلمه I'm very very sorry. تمام خلاص خلصنا كده، لا هي الشاشه بتبقى سودة وبتلاقي في دموع بتنزل معاك. عايز اقول لكم برضو في موقع كان غريب جدا قابلته، اسمه death date، تاريخ الموت. انت بتخش بتكتب شويه بيانات، الموقع بيقول لك انت هتموت امتى بكل بساطه. الفكره كلها الموقع ده بيبدا يلم عنك شويه بيانات، انت طبعا اللي بتدخلها بنفسك، بيسالك اسئله كتير فانت اللي بتدخلها، بيبدا على اساس البيانات دي يحدد يوم موتك، انت فاضل لك قد ايه او يوم موتك امتى. الفكره كلها ان الموقع ده من غرابته يعني ان في حاجات كده تحس ان هو لا فيك، يعني فير عادي ممكن يكون بيحصل. فانت لو مثلا مسجل بياناتك وسكنك قريب من اماكن فيها حرب، فميعاد موتك بيبقى اسرع من اللي ساكن في مكان ما فيهوش حرب مثلا عنده. فهي الفكره هو بيبقى غريب شويه. ليه معموله معرفش، ايه الهدف منها معرفش بصراحه، يعني المواقع كلها معرفش هي معموله ليه. عندنا موقع تاني برضو غريب، يعني هو قريب لللاست ميل شويه، بس ده بيتكلم عن جسر سكاي واي اللي هو في امريكا. الجسر ده حصل عليه حالات انتحار كتير، في منهم اللي نجح وفي منهم اللي فشل. فعايز اقول لك ان الموقع ده بيجيب لك كل الحالات، اي حد حاول ينتحر بيقول لك والله الحد ده حاول ينتحر سواء نجح او فشل. في موقع انا حسيته مش طبيعي، يعني مثلا انا دلوقتي لما هبدا اجيب كل حادثه طياره عملتها، مش بس كده هبدا اقول لك معلومات لحد هنا تمام عادي جدا، هجيب لك صور ليه؟ فالموقع ده بيجيب لك صور ومعلومات عن اي حادثه لطياره حصلت. الموقع ده اسمه بلينز كراش انفو. بس كده، يا ريت بس تكون الحلقه دي عجبتكم. لو انتوا حابين اكتر من النوعيه دي من الحلقات اللي هي الخاصه باغرب المواقع، سواء مواقع من الديب ويب او سواء مواقع ناس عملتها او مرضى نفسيين عملوها، لو حابين النوعيه دي التفاعل بتاعكم هو اللي يثبت لي انتوا بتحبوا ده ولا لا. انا بعمل دايما اللي يريحكم. كان معكم صديقكم المقرب رغاي. Mm-hmm.